السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معاكم أختكم في الله مامة عمر وكريم. النهاردة قلت أجي أعمل معاكم عيش الحبة الكاملة بطريقة سهلة جدا وبطريقة جميلة جدا، إن شاء الله تعجبكم. النهاردة مكوناتنا إيه؟ أنا معايا كيلو من الدقيق، الحبة الكاملة طبعا، حاطة عليه نص معلقة صغيرة من الملح، تمام كده. وهحتاج معلقة من السكر، وهحتاج معلقة خميرة جافة، وهنحتاج مية دافية للعجن. هي دي كل مكوناتنا. يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه. يلا بينا. كل اللي هنعمله يا جماعه، طبعا انا حطيت نص معلقه صغيره من الملح على الدقيق بتاعي، دقيق الحبه الكامله يا جماعه، تمام. وهنحتاج بقى معلقه كبيره من الخميره. بسم الله. اهي هننزل بمعلقه كبيره كده من الخميره، تمام. وهنحتاج بقى معلقه السكر، هحطها على الميه كده وهقلب. انا الاول هقلب الخميره كده مع الدقيق. بسم الله. حابه تحطي السكر على الدقيق وتقلبيهم كده كلهم مع بعض، تمام. حابه تعملي زي ما انا عملت كده، مفيش مشكله. انا حطيت السكر في قلب الميه علشان حبات السكر اللي عندي خشنه شويه، علشان ما تاخدش معايا وقت في التقليب على الدقيق، تمام. هقلب كده كويس، لكن لو انت حبات السكر اللي معاكي انعم شويه يبقى تمام. قلبنا كده بقى. هبدا انزل بالميه بقى كده على على الدقيق بتاعي. بسم الله. ونبدأ بقى نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نلم كده بقى ونقلب في دي. طبعا احنا هنحتاج ايدينا. بسم الله. نعمل بايدينا عشان المعالق بقى دي مش هتنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنعجن بقى الدقيق بتاعنا عجنة كويسة. طبعا المية تكون جنبك بحيث ان انتي تاخدي حبة حبة، بلاش تدلقي مية كتير او تحطي مثلا كوبايتين تلاتة، وانتي مثلا ممكن الدقيق بتاعك ما يحتاجش منك غير كوباية كوباية ونص، تمام. هبدأ انزل كده بالدقيق رشرشة، قصدي بالمية كده على الدقيق بتاعي. هنعجن كده بقى عجنة كويسة. هلم كل الدقيق بتاعي وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بقى بعد ما عجنته عجنه كويسه يا جماعه كده. لميت الدقيق بتاعي كده كله. بصوا العجينه، العجينه فيها تلزيقه خفيفه كده، تمام. العجينه جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. خلاص انا كده عجنتها عجنه تمام. خد مني في حدود كوبايتين من الميه او كوبايتين وشويه، تمام. انت ممكن الدقيق بتاعك ياخد اقل وممكن ياخد اكتر، كل واحده حسب الدقيق بتاعها. انا هلمها كده على بعض وهغطيها بحاجه وهسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني بعد ما سبت بقى العيش بتاعي يخمر كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا خمر ازاي، بصوا اللهم بارك اللهم بارك. بقى جميل جميل جميل. هشيل طبعا بقى كده العيش اللي لزق في قلب الكيس كده. بصوا هنبدأ بقى نفرغ هنفرغ الهواء كده. بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا التلزيقه دي يا جماعه ما تخافيش منها. انت هتلمي بقى العيش كده، وهتجيبي طبعا بقى صينيه جنبك زي اللي حضراتكم شايفينها دي كده، صينيه، عشان انا عامله كميه كبيره او كيلو مثلا، فحاطه على الصينيه بتاعه العشاء الكبيره حاطه شويه رده، وجايبه جنبي طبق فيه رده كده. هحط ايدي بس كده فيه عشان التلزيقه دي، وابدا بقى اقطع او اشكل العجينه بتاعتي. بسم الله. شوفي انت حابه الرغيف يبقى عامل ازاي، كبير صغير زي ما انت حابه، وتبداي بقى تشكليه كور كده. بسم الله. طبعا العجينه ملزقه بس هي كده تمام. لسه لما تيجي تعمليها انا اصغره شويه وابدا احط كده. بسم الله. هنبدا نقطع بقى زي ما قلت لكم كده
حجم الرغيف اللي انت عايزاه، عايزه تكبري تمام، عايزه تصغري براحتك، الحجم اللي انت حباه. وتشكليه كده اهو. وهنسيبه ايه على جنب. هنقطع الكميه اللي معانا كلها بالشكل ده، وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص كده قطعته بالاحجام اللي حضراتكم شايفين. طبعا في احجام كبيره وفي احجام صغيره. هما الكيلو عمل معايا 26 رغيف. تمام، هسيبه بقى يرتاح كده ربع ساعه، وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني بقى بعد ما سيبنا العيش بتاعنا يخمر كده حبه او يرتاح شويه. تمام، بصوا المنظر ده يا جماعه. سبته بقى يخمر كده شويه، هنفضل برده مغطيينه. هركنه كده بقى على جنب. وهاجي في المكان اللي انا هبدا افرد فيه الرغيف، هرش كده ايه، رشه خفيفه من الرده. بسم الله. وابدا اخد الرغيف بتاعي بالشكل ده كده. بسم الله. واحطه بقى ونبدا نفرد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده. ونبدا بقى ايه، نفرد في الرغيف بتاعنا. بسم الله. كده هنبدأ بقى نفرد في العيش زي ما حضراتكم شايفين كده، وكل اللي نفرده نركنه. كل اللي نفرده نركنه. بصوا. وده طبعا بعد كده ما فردنا ايه، بعد ما فردنا العيش بتاعنا بالمنظر اللي حضراتكم شايفين. طبعا انا لسه ما فردتش كل الكمية، بس الاربعة دول اللي فردتهم. يلا بينا نروح على البوتاجاز اوريكم هنعمله ازاي. يلا بينا. هنجيب طاسة كده معانا يا جماعة، وننزل بيها ونسخنها طبعا كويس. وننزل بالرغيف بتاعنا. انا مش حاطة في الطاسة اي حاجة خالص خالص، ولا نقطة زيت ولا اي حاجة. هي الطاسة زي ما حضراتكم شايفين كده، حطيتها على البوتاجاز وسخنتها. وهنبدأ بقى نسوي. معلش كان الفيديو قطع مني. بصوا يا جماعة، اول ما حطيته على النار بحرك فيه، بس ما بفضلش اقلب فيه. بحرك زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله الرغيف بينفش معايا ازاي. كل ما بتريحي العيش كل ما الرغيف تلاقيه زي ما حضراتكم شايفين كده. ايه رأيكم في الجمال؟ بصوا بسم الله ما شاء الله جميل. وطبعا لو طلع معاكي مسكع شويه مفيش مشكله، عادي يعني. لو طلع مطبق مفيش اي مشكله، ما تزعليش خالص. برضو بيبقى العيش جميل وطعمه جميل. بس زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله. بصوا الرغيف عمل ازاي. انتي بتحركي فيه زي ما انا بحرك كده. سهل خالص وجميل ما شاء الله ما شاء الله. بصوا منظر الرغيف يفرح. جميل جميل جميل. احنا بنقعد بس نحرك ونجيبه كده ونجيبه كده. بس كده. اول ما تحسي ان هو استوى من الوشين بتطفي بقى عليه. بتشيلي او بتشيليه يعني عشان ما تطفيش ايه البوتاجاز. هحط واحد كمان معاكم. شوفوا هيبقى عامل ازاي. ما شاء الله بجد جميل. بفضل احركه زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بعمل كده بس. سهل خالص وجميل. والف هنا على قلوبكم يا رب. هيعجبكم جدا بجد. طبعا في ناس بتحب تسويه في قلب الفرن. براحتك، لو عايزه تسويه في قلب الفرن دي حاجه ترجع لك انتي. براحتك خالص يعني. انا بصراحه ما بحبش تسويه الفرن، بحب اسوي على البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بقى علشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا هكمل بقيه تسويه العيش بقى. هفرده كله، هكمل بقيه التسويه وهرجع لكم تاني اوريكم شكله النهائي بقى عامل ازاي. خليكم معايا. بصوا بقى يا جماعه، ايه رايكم؟ بصوا ما شاء الله. كل ما تشتغلي هتلاقي العيش بيحلو معاكي. بصي الرغيف اللهم بارك، في منتهى الجميل. انا حبيت افرحكم معايا عشان انا كام رغيف طلع مني يتنفخ حته وحته، لا قلت اما افرحكم بقى بالرغيف الحلو ده. ايه رايكم؟ هكمل بالتسويه ان شاء الله وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بقى بعد ما عملت شويه من العيش بتاعنا. ايه رايكم؟ بصوا يا جماعه، مش قلت لكم اول رغيف اول رغيفين ممكن يسكعوا منكم، بس بعد كده بصوا بسم الله ما شاء الله الرغيف مقبب وجميل ازاي. بصوا
انت بس ريحي كل اللي عليك ان انت تريحي الرغيف بعد ما تفرديه. بصوا بيطلع جميل تحفة بجد والله العظيم، وطعمه حلو جدا. هو طبعا مش هننكر ان شراية العبد ولا تربيته، بس يعني دي حاجة انت عاملاها في البيت، ممكن في اي وقت تنزلي تجيبيه ما تلاقوهوش موجود، فتضطر ان انت تعمليه في البيت، هيبقى اجمل واحلى وانضف وانت حاجة عاملاها في البيت. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة، ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.